واحد فينا لما بيجي يغني بيحس نفسه أجمل صوت في العالم، وأول لما يسجل صوته ويسمعه بيتخض. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة. أكيد دايما بنسأل طب هو إيه السبب؟ بص يا ستي، الإجابة العلمية للسؤال ده إن الاهتزازات الصوتية في جسمك محدش بيسمعها غيرك. يعني أول لما تغني في اهتزازات داخلية بتنتشر في الجسم. اتنين اتنين، اصحاب اصحاب، يتخانقوا ساعات، يتصالحوا ساعات. وأول لما توصل داخل عقلك بيحصل لها انخفاض في تردد الصوت، ويا عيني بقى لما الصوت يكون واطي والرنة ملعلعة فتحسي نفسك فيروز في أجمل كوبليهاتها. أعطني النايا وغني، فالغنى سر الوجود. تجيلك فكرة كده طب ما اسجل، ما انا صوتي حلو، وفجأة تسمعي صوتك اللي انت غنيتي بيه وتبدأي تكرهي صوتك وتكرهي اليوم اللي انت غنيتي فيه. ومن حزن حظك بقى كمان لما اصحابك يسمعوا صوتك كتير وما يحسوش ان صوتك وحش. وعلى كل حال يا ستي، لما تسألي نفسك هو انا صوتي وحش فعلا؟ الإجابة اه، بس اعرفي ان مش انتي بس اللي مش عاجبها صوتها. السعادة السعادة السعادة، نتحرم ليه من السعادة؟ دي الحياة سكر زيادة، الحياة سكر زيادة، ليه كده تخلوها سادة؟ مواهب مدفونة. انا مش عارفة أغني، بس شيرين فكرتني بيها في الفصل. الأغنية حلوة قاعدين ميار انت وعدتينا، وكانت على فكرة بتدندن حاجات جميلة جدا ووعدتينا. أرجوكي. لا طب أغنية دي ليا. حاجة دينية. طب ماشي، أنا هقول لكم أغنية أنا بحبها جدا وعشق بالنسبة لي، وهي دي بقى فعلا لو أنا بعمل حاجة في البيت مش عارفة إيه باخد ثواب إن أنا منها بغني وإنها بصلي على رسول الله. دايما بقعد أقول إيه؟ قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي بس كفايه، صوتي بشع وبحروح والله. لا والله، لا انت لازم تغني.